النهاردة هنتكلم عن الطرح اللي نازل جديد في 20 مدينة جديدة. ده طرح أراضي ولا طرح شقق؟ ده طرح أراضي. ألف مبروك، نزل أخيرا طرح أراضي. وكمان العاشر من رمضان من ضمن المدن اللي نازل فيها الأراضي. يعني ناس كتير جدا كانت بتتصل وتسألني تقول لي هل هينزل أراضي الفترة الجاية في العاشر من رمضان؟ كنت دايما بقول العاشر تعتبر مكتملة دلوقتي، مفيش أراضي دلوقتي هتنزل. انا عشان بصور وبنزل بلف الاحياء كلها الشرقيه، يعتبر الاحياء الغربيه دلوقتي ما فيش اي مكان ارض فاضيه عشان يطرحوا فيها طرح دلوقتي، والاحياء الشرقيه يعتبر برضو قربت او على وشك ان برضو ما فيش لسه اي مكان دلوقتي فاضي احنا شايفينه ان هم هيطرحوا فيه. ف ده اللي انا كنت بصوره. طبعا في اراضي تانية كتير بس احنا كنا متوقعين ان مش هيبقى ينزل فيها طرح دلوقتي لانها اماكن مميزه واماكن موقعها فوق الممتاز. طيب، فهو قال لك اجى الوزير بصراحة عايزين برضو من هنا نوصل شكرنا والله بجد يعني للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأنه الشخص دوت أو الباشمهندس عمل اللي ما اتعملش في سنين. حضرته ماسك بقاله ما كملش شهرين ولا حاجة، وعمل اللي ما اتعملش في سنين بجد. يعني عايزه اقول ان كمان شويه لو خدتوا بالكم اراضي الاسكان الاجتماعي دلوقتي قاعد مفتوح فيها التنازل والدنيا عادت سلسه جدا، واراضي الاسكان الاجتماعي كنا تحت رحمه المالك، ما عادش الكلام ده خالص. عدنا بننقل نفسنا من الكيل اللي معاه توكيل بيعمل نفسه كل حاجه. وكمان السنه دي او الشهرين دول نزل كميه طروحات شقق فوق متوسط الدخل، وهينزل لسه محدود الدخل ومتوسط الدخل وفوق متوسط الدخل. فنازل بصراحه بكل يعني بكل جهد لنا ان هو عمال ينزل لنا اراضي وينزل لنا شقق وفي محافظات كتير، كل محافظات سوري كل المدن الجديده منزل فيها علشان يغطي العجز اللي الناس كل واحد ما استلمش او ما استفادش بحاجه من الدوله يستفاد. فنرجع نشكره تاني مهندس شريف الشربيني، الف شكر ليه على كل المجهودات اللي هو بذلها في شهرين غيره ما عملهاش في سنين. فبالتوفيق ليه ويا رب يفضل دايما كده ويعني ويدينا دايما واول باول طروحات خلي الناس تستفاد. طيب هو قال لك هينزل 8521 قطعة ارض سكنية متنوعة. كراسة الشروط طب هتنزل امتى؟ هتنزل يوم 7 نوفمبر الشهر الجاي. طيب الموديل نازل فيها غربينا الجديدة، اسيوط الجديدة، السادات وبدر وبني سويف الجديدة، حدائق اكتوبر، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة، اخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، النصر الجديدة، اسوان الجديدة، ملوي الجديدة، العاشر من رمضان، 6 اكتوبر والشروق ونوبور. حاجة حلوة جدا جدا ان هو منساش اهل الصعيد. لو خدت بالكم عايزة اقول حاجة برضو مهمة جدا. انا شايفة ان المدن دي يعني حدائق اكتوبر، طيبة الجديدة، بني سويف الجديدة، اسيوط الجديدة، غرب قنا، اخميم وسوهاج وقنا والفيوم وناصر الجديدة، أسوان الجديدة، ملوك الجديدة. الأماكن دي لو خدتوا بالكم علشان مفيش طرح شقق كتير فيها فبدأ ينزل فيها قطع أراضي. يعني هو قاعد يعملها نسبة وتناسب، ده اللي أنا شايفاه من الطروحات اللي نازلة. فده حاجة حلوة قوي، عايزين نشكرهم إن هو اهتم بأهل الصعيد، ويا ريت يكون برضو ليهم دايما الفرصة في أي طرحة هينزل إن شاء الله. هما كمان قالك هينزل بمختلف شرائح، يعني هيبقى في شرائح كتير في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات وتحقيق التنمية المطلوبة. طيب قال لك هينزل فين بقى؟ قال لك بمدينة غرب قنا 31 قطعة أرض، بأسيوط 200 سوري ب 223 قطعة أرض بغرب قنا، 31 قطعة بأرض مدينة أسيوط الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة في أرض بدر، 150 قطعة بني سويف الجديدة، 220 قطعة أرض حدائق بمدينة حدائق أكتوبر، 204 قطعة بأرض مدينة طيبة الجديدة، 495 قطعة بأرض مدينة المنيا الجديدة، 1123 قطعة أرض مدينة برج العرب الجديدة. حلوة قوي. وقال لك طيب محور اسكان المتميز بقى سيتم 400 منهم هيبقى متميز بقى، القطعه المتميزه هتبقى باجمالي 4747 قطعه. هيبقى في 159 قطعه بمدينه اخميم الجديده، 129 قطعه بارض سوهاج الجديده، 149 قطعه بمدينه قنا الجديده، 66 قطعه بارض الفيوم الجديده، 417 قطعه بارض مدينه نصر الجديده، 298 قطعه بارض اسوان الجديده، 321 قطعه بارض مدينه ملوك الجديده، 1270 قطعه ارض بمدينه العاشر من رمضان، 1270 قطعه
1938 قطعة بمدينة السادات، حاجة بجد حلوة قوي. محور أراضي الإسكان الأكثر تميز هيبقى 7 و8 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، 7 قطع بمدينة الشروق، وقطعتين أرض بمدينة العبور. الموقع هيفتح يوم إن شاء الله 7/11، هيبقى يوم 7/11 2024 السنة، الشهر الجاي على طول، شهر 11 الجاي ده يا جماعة. الكراسات هتكون موجودة والشروط وكل حاجة. هتقولنا طب ايه الشروط وأصل واسلوب السداد والأسعار والحجز هيبقى ازاي مبلغ الحجز أو جدية الحجز هيكون كام. كل ده هينزل على موقع مسكن على محور رابط الأراضي يوم 7/11. زي شفت الشقق الإسكان نازلة فوق المتوسط، اللي هي فوق متوسط الدخل برضو نازلة على موقع مسكن. أنا كنت اتكلمت في فيديو من شهر قلت هينزل على موقع مسكن شقق وأراضي. شقق وأراضي، الشقق والأراضي أي حد يقدر يقدم فيها، لأنها فوق يعني حاجات متميزة. حتى لو انت مسافر بره تقدر تقدم فيها مع محط الشروط. وبرضه هنرجع ونتكلم عن الشروط والدنيا تبقى ماشية ازاي. ده امتى؟ ان شاء الله يوم 7/11 اول يوم على الموقع هينزل الشروط ونظام السداد ومين اللي يقدر ياخد والاولوية وكل الشروط بتاعتها يوم 7/11 على الموقع مسكن على محور الاراضي. مش محور، خلي بالكم عشان في محورين، في نازل محور اراضي ومحور شقق فوق متوسط الدخل او شقق. طيب ده كله هيبان لكم بقى المساحه والموقع. انا في تسريبات انا هبدا انزلها واقول عنها بس مش مؤكده، عشان في ناس ممكن يعني تهاجمنا في الكومنتات. فدي كلها زي ما قلت لكم حاجات يعني جايه تسريبات بالكلام ده. احنا لسه ما نعرفش الدنيا فيها ايه، لسه ما نعرفش الدنيا دي فيها هتبقى فيها ايه. طيب القرعه دي هتبقى علنيه ويدويه، يعني هتبقى بين المتقدمين. يعني ان شاء الله تتابعوا وتحطوا، خلي بالكم من ارقام التليفونات اللي بتحطوها ونظام التواصل بيبقى ازاي. طيب تعالوا، احنا كنا قلنا، قال لك احنا سمعنا ان متر الارض اللي هيكون، تعالوا اقول لكم بس الاماكن اللي في العاشر من رمضان. سمعنا ان العاشر من رمضان هيكون في حوالي 34 و37. ناس كتير قالوا معلقهم، قال لك الاراضي او كميه الاراضي دي او عدد الاراضي دي كلها هتنزل بس في الحوالي 34 و37. ده اللي التسريبات اللي نزلت، دي التسريبات اللي نزلت. هتبقى القطعه دي بقى يبقى قطعه مميزه، اللي في العاشر من رمضان هتبقى قطعه مميزه من 450 متر الاعلى. قال لك سعر المتر هيبقى من حدود 6360 جنيه. سعر المتر هيبقى 6360 جنيه. لما نيجي نحسب قطعة أرض 450 متر بسعر مثلا الأرض هيدخل في كام؟ هيدخل في مثلا 1,620,000 ديت، من غير أي بقى فوائد عليها مثلا أو من غير أي تميز في قطعة الأرض. هو قال لك سعر المتر هيكون كذا، لسه بقى هيضيف نسبة التميز وهيكون نسبة تميز في الأراضي ولا لا، الله أعلم الدنيا هيكون فيها إيه أو هتبقى ماشية إزاي. دي التسريبات اللي كانت نازلة. طب كان قال لك مثلا الحي الرابع دي فين؟ العبور مثلا. تعال نتكلم مثلا مثلا على ايه؟ على قنا الجديدة. على قنا قال لك هيبقى في الحي الرابع، قال لك المتر ممكن يوصل 5745. دي كلها يا جماعة، دي كلها تسريبات وتخمينات، محدش لسه عارف الدنيا فيها ايه. السادات هتبقى في الريحان هتبقى 4200. ده 4200 سعر المتر. مصر الجديدة، ناصر الجديدة الورق بس معايا مش باين شوية معلش اعذروني. قال لك هيبقى في الحي الثاني المجاورة الثالثة هتبقى 3545 ألف. 3000 حلوة قوي، 545 ألف سعر المتر. عشان طيب تعالوا نشوف كده العبور سعر المتر هيكون فيه كام؟ هيبقى فيه 6685 جنيه. سوهاج الجديدة سعر المتر هيكون فيه كام؟ حوالي 5745 جنيه. دي كلها مؤشرات او اسمها ايه، بتبقى ايه يعني، حاجات تسريبات. هل هي حقيقية؟ الله اعلم. هل اسعار الامطار دي هتبقى حقيقية؟ الله اعلم. بس عايزه اقول ان لو فعلا هتبقى بالسعر ده هيبقى حاجه حلوه قوي مقارب للسوق، ويمكن اقل شويه من السوق لو ما ضافش فلوس تانية عن سعر المتر، مثلا تميز واكثر تميز، ده مش عارفه فيه ايه، ده مثلا فوائد. لسه بقى كل حاجه هتبان ان شاء الله في اول 11 ايام اول ما هينزل لنا الطرح دوت على الموقع باذن الله. كل حاجه بتبان عشان الناس اللي نفسها تسال ونفسها تعرف ونفسها تعرف الدنيا والتفاصيل. يوم 7/11 هتتابعوا على الموقع وتعرفوا كل تفاصيل. بينزل كراسة الشروط بكل تفاصيلها. عجبك تقدم، مش عجبك ما تقدمش.
وركزوا، في طروحات كتير وحاجات كتير نازلة وفي لسه هينزل، فركزوا انتوا